طيب يا دكتور، حابين نعرف أكتر عن السلطان برقوق وتأسيس دولة المماليك الشراكسة. مع نهاية عصر دولة المماليك البحرية كان آخر حكامهم كان السلطان المنصور حجي. المنصور حجي ده عشان الناس اللي ما تعرفوش أو عشان شخصية مش مشهورة في التاريخ، فهو ابن السلطان شعبان ابن حسين ابن قلاوون، فهو حفيد السلطان قلاوون. في آخر حكمه كان طبعا هو كان شخصية، كان صغير في السن وكان ضعيف كشخصية سياسية إن هو يكون سلطان على دولة كبيرة زي مصر. فبدأ اثنين من الأمراء، واحد كان اسمه بركة خان وواحد كان اسمه برقوق، بدأوا يتحكموا بكل مظاهر الدولة. بدأ بركة خان يتعامل بإجحاف وبظلم مع الناس ويفرض ضرائب كتيرة، وبدأ الأمير برقوق في الوقت ده اللي كان لسه ما كانش سلطان ان هو يخفف الضرائب عن الناس ويتقرب الى الشعب ويتعامل معاهم بموده وبرحمه وباسلوب كويس. وده اللي خلى علماء الازهر الشريف نادوا به بان هو يكون سلطان على مصر. فتولى السلطنه المصريه سنه 684 هجريه، واستمر حكمه في الفتره الاولى لحد سنه 791 هجريه، ثم استمر حكمه في الفتره الثانيه لحد سنه 801 هجريه. وحكم من بعده اثنين من ابنائه، احدهم طبعا هو فرج بن برقوق اللي حكم من سنه 801 لحد سنه 815، وابنه عبد العزيز اللي حكم في فتره انتقاليه من 807 في سنه 807 كفتره انتقاليه ما بين فتره حكم فرج ابن برقوق الاولى وفرج ابن برقوق الثانيه. فبالتالي اثنين من اولاده حكموا مصر من بعد، وهم فرج وعبد العزيز، ولهم طبعا منشآت معماريه شاهده على روعه وجمال وازدهار العماره في عصرهم. اشهرها طبعا خنقها برقوق اللي هنتكلم عنها النهارده، وزاويه فرج ابن برقوق اللي موجوده في باب الوزير، وخنقها فرج ابن برقوق اللي موجوده في صحراء المماليك.